مساء الفل عليك يا صديقي، ومساء الفل على الفيديوهات الجديده اللي بنعملها في الجو المرصرص دي. الفتره اللي فاتت كنت تعبان جدا، كان تقريبا بقالي بتاع 3 4 ايام في البيت بسبب وجع. اكلت حاجات مش كويسه بدون تطرق للتفاصيل. اللي انا عايز اقوله لك يا صديقي ان اتعب واشقى واحلم وحقق لنفسك. الناس عمرها ما هتشوف كم التعب والضغط اللي انت تعرضت له عشان توصل للي انت عايزه. الناس بتشوف النهايه فقط، فاتعب عشان خاطر النهايه ذات نفسها هي اللي تبقى معبرة عن الخطوات اللي انت مشيتها. على ذكر الخطوات اللي احنا مشيناها، فاحنا لحد دلوقتي عاملين تقدم هايل جدا الحمد لله. السايت اتقفل 6 مرات تقريبا، لكن ده كله ما وقفنيش ان انا اتابع واطور على الرغم من العقبات اللي انا بقابلها في السكه. لكن اللي حصل الفتره ديت هو ان الشاشه خلاص ما بقتش نافعه. اظن حان الوقت ان احنا نودع الشاشه الحلوه بتاعتنا اللي احنا كنا شغالين عليها الفتره اللي فاتت دي كلها عشان نجيب شاشه احسن شويه. لكن قبل ما اخد خطوه زي دي انا عايز اعرف الشاشه نفسها هل ليها تصليح ولا لا، على اساس ان لو فيها تصليح وصرفت فيها شويه فهي تعتبر مكسب، لو ملهاش تصليح وهصرف فيها كتير فاللي انا هصرفه كتير قوي ده يروح لشاشه جديده احسن او مستعمله ولكن بجوده كويسه. على كل الفيديوهات الجايه هشرح لكم انا وصلت لايه، وان شاء الله نوصل لنتيجه كويسه. السلام عليكم.